علم النفس بيظهر الأشخاص اللي بيحبوا يعيشوا لوحدهم إنه مش مجرد شيء عارض بيمروا بيه، لأ، هما بيفضلوا كده عن أصل. في الوقت اللي بيدور فيه كتير عن صحبة، هما بيلاقوا سلامهم النفسي وراحتهم في العزلة، مش لأنهم خجولين أو انطوائيين، لأ، لأن عقلهم بيشتغل بشكل مختلف. بيستمتعوا بوقتهم مع نفسهم لأن ده بيديهم فرصة للتفكير بوضوح، وبيبدأوا يرتبوا أفكارهم بدون أي مشتتات خارجية. الوقت ده مش بيحسوا فيه بالوحدة على قد ما بيحسوا بالاتزان. العزلة بالنسبة لهم إعادة شحن طاقة بدون أي دوشة. ده مش معناه إنهم مش بيحبوا الناس، لكن ببساطة هما محتاجين مساحة يكونوا فيها على طبيعتهم. في دراسات بتظهر إن الأشخاص اللي بيستمتعوا بالعزلة عندهم دماغ أكتر هدوء لما يكونوا لوحدهم. والجلسات الاجتماعية الكتير ممكن تتعبهم بدل ما تفرح. الاجتماعات الطويلة زي المناسبات الاجتماعية تستنزف طاقتهم، بيكون عندهم شوية قلق منها. هما مش بيهربوا من العالم، هما ليهم صحبة خاصة بيستمتعوا بيها. عشان كده المرة الجاية اللي تقابل فيها شخص بيحب يكون لوحده، افتكر انه مش لوحده، هو بس في سلام مع نفسه. سؤال ليك: هل تقدر تكون سعيد لوحدك ولا لازم يكون في ناس حواليك؟